يا هلا يا هلا يا مرحب، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنبتدي يعني نحل مشكلة كانت واحدة بعتتها لي. المشكلة بتقول أنا شعري يعني خفيف خالص ومقصف وضعيف وبيقع. تمام. طيب مفيش مشكلة. طيب نبتدي نغذيه قالت لا أنا عايزة أصبغه ومش عايزة أسحب له. طيب ازاي بقى؟ قالت لي انا ما اقدرش اسحب لون دلوقتي او ما اقدرش احط عليه اكسجين لان هو ضعيف جدا وممكن يقع. قلت لها تمام. بصي انا عايزه اقول لك بس حاجه للعميله اللي كانت كلمتني على شعرها. انت ممكن تعملي حاجه بسيطه قوي تخليكي تسحبي لون من غير بودره تفتيح واكسجين، بطريقه سهله وبسيطه وامنه على شعرك. تمام. لكن مش بتتعمل كتير يعني. اللي هي ايه؟ الصبغة رقم 1000. صبغة رقم 1000. الصبغة دي من عند أي مستحضرات تجميل بتروحي تجيبيها. المفروض انت بتعمليها في السنتر، بس ممكن تعمليها في البيت عادي. بتجيبي ال الصبغة رقم 1000. ما تنسيش رقم 1000. بتجيبيها من عند أي مستحضرات تجميل وبتعجنيها بأكسجين 30. بلاش 40 لأن 40 هيبقى صعب جدا عليها والشعرية ضعيفة. تمام. بتعجنيها عادي مفيش أي مشكلة زي أي صبغة. بتحطي الكمية، بتجيبي أي نوع انت عايزاه. يعني أنا شغالة بجيكي اهي. يا رب بس تكون باينه في التصوير. ده بتاعت شغلي. تمام. انا بستعمل جيكي على طول لان هي كويسه وبصراحه يعني سعرها بالنسبه للشغل عندي كويس. تمام. انت حابه تجيبي اي نوع مفيش مشكله. المهم انت بتجيبي الصبغه 1000 دي. اهم حاجه شعرك يكون مغسول وناشف علشان ما ياخدش فتره طويله في الصبغه. بتغسلي شعرك كويس وبتنشفيه، وبعد ما بتنشفيه بتهويه شويه كده وتبتدي تعجني الصبغه بتاعتك زي ما انا قلت لك. الشعر الطويل ممكن تجيبي انبوبتين وتحطيهم مع اكسجين 30. اكسجين 30. تمام. بتعجنيهم وبتسيبيهم من تلت ساعه لساعه الا ربع. من تلت ساعه لساعه الا ربع. ده على حسب شعرك. لو شعر بيور اسمر مثلا وما تصبغش قبل كده بياخد مثلا او بيديني النتيجة من 8:30 ل9. تفتيح من 8:30 ل9. تمام. لو الشعر مصبوغ قبل كده بيديني ممكن 9 على طول او 9:30 على حسب يعني. فالشعرية ممكن تلقط على طول وفي شعرية ما بتلقطش قوي. عايزه اقولك على حاجه. الطريقه دي كويسه وسهله وبسيطه وامنه على الشعر وما توقعش الشعر، وبعدين ما بتهلكش الشعر زي الاكسجين. لان زي بودره التفتيح. بودره التفتيح حاميه جدا. هي شعرها ضعيف وبيقع ومتقصف وخفيف. لو حطت بودره تفتيح ضع الشعر يعني دايركت مفيش فيها كلام. ضع الشعر. تمام. فانت بتحطي الاكسجين وبتحطي الصبغه بتاعتك وبتحطي عليها اي كونديشر، اي مثلا حمام كريم، بلسم، اي حاجه عندك تكون مغذيه وبترطب الشعر حطيها معاه. تمام. واعجني شعرك. اعجني العجينه بتاعتك وحطيها على شعرك من تلت ساعه لساعه الا ربع. من تلت ساعه لساعه الا ربع. تمام. وان شاء الله باذن الله هتلاقي نتيجه حلوه جدا. واكتبوا لي في الكومنتات اللي عمل التفتيح وكان كويس. يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. مع السلامه.